خرج واحد يقول لهم باللي انا راني نخدم مع المخابرات الدارس. هذه وحدها تكفي، هذه وحدها تكفي. يعني اي واحد ولو يعرفني منذ سنه فقط يقول هذا الشخص، يقول له انت مهبول، عندك عقل ولا مستغفل ولا تستغفل فينا، ولا مثلا كمثال. فكلما تركت للنرجس الخبيث، كلما تركت له ما رديتش عليه، يعني كما يقولوا عندنا بعباره ما فشيتوش، يعني ما عطيتلوش، كلما زاد في البهتان، كلما يزيد في البهتان، وهاني نقولها لهم وراهم يسمعوني، كلما يزيدوا في البهتان يرتكبوا اخطاء، لانهم يعني يكبروا الاكاذيب، يجعلوها ضخمه جدا. وانا دائما المثال تاع اللي نقول لك، اذا جدك واحد قال لك جدك عاش 100 سنه تصدقوا، 115 سنه ممكن تصدقوا، واحد على المليون. صح، اذا قال لك جدي عاش 160 سنه او 180 سنه، كاين اللي في امراه يقول جدي عاش 300 سنه. فالناس وحدها تنسحب. وبعدين مادام ذكرتوا هذه، والله غير راكم ذكرتوني او بعث لي انا شفت واحد الموضوع اليوم. خلينا نعطي لكم واحد الموضوع اليوم. كنت حاب نكمل موضوع الجزائر، لكن شوف مادام مرات الناس هذا ثاني موضوع ربما مهم. ما هو هذا الموضوع؟ كاين واحد البروفيسور جزائري يسمى علي بن سعد، كتب مقال كتبوا في ميديا بارت طبعا كما تعرفوه موقع فرنسي شهير. البروفيسور هذا علي بن سعد، واللي انا شخصيا ما نعرفوش كشخص يعني، لكن كنت تكلمت عليه مرتين او ثلاثه في خلال هذه السنوات تاع الحراك. كان كتب مقالات، خاصه انه كان صديق او زميل لما كان يسمى بوزير الاعلام. ذكروني في اسمه هذاك وزير الاعلام اللي كان واحد الوقت وراهم طردوه بعد ما لقوا بنوه عنده لا دروغ ومشاكل الى اخره. كان كتب عليه وقال بلي هذا جاسوس تاع فرنسا. درك نشوف ممكن حتى المساعده ما بعث لي عليه مقطع. فالمهم هذا الاخ اللي هو بروفيسور في احدى الجامعات الفرنسيه يقول باربوز ان جور باربوز توجور، العنوان. ويبدا يقول لك le cyber et les youtubeurs installés à l'étranger sont devenus un des moyens d'influence majeurs du régime algérien, qui les alimente en révélations croustillantes pour leur assurer une audience et une identité d'opposant. Le parcours de Hicham Aboud, officier des renseignements militaires, en est une illustration. Signaler en est une illustration. Barbouze un jour, Barbouze toujours. L'affaire des supposés enlèvements de Hicham Aboud à Barcelone est une barbouzerie en mille feuilles. Pour ma part, ce commissaire et m'indigne, c'est de voir Hicham Aboud présenté comme journaliste, opposant et réfugié politique. أنا قلت برك هذا المقطع بالفرنساوية، طبعا يعرفوا الفرنساوية وفاهمين، لكن خلينا نروحوا ناخذوا شوية من الترجمة، لأن الأغلبية هم يعرفوا لغتهم الأولى العربية. خلينا نشوفوا واش يقول المقطع. طبعا هذا مقال طويل في ميديا بارت، والترجمة نتاعو هي كالتالي: عميل المخابرات يوما، عميل المخابرات أبدا. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز المقيمين في الخارج من أهم وسائل التأثير للنظام الجزائري، الذي يغذيهم بمعلومات مثيرة لضمان جمهور لهم وهوية معارضة. وتعد مسيرة هشام عبود ضابط المخابرات العسكرية مثالا على ذلك. إن قضية الاختطاف المزعوم لهشام عبود في برشلونة هي عملية مخابراتية متعددة الطبقات. ما يذهلني ويثير غضبي هو رؤية هشام عبود يقدم كصحفي ومعارض ولاجئ سياسي، فبصفته نقيبا في جهاز المخابرات ديرس كان يشغل منصبا يفوق مكانة العديد من الجنرالات. كان السكرتير الخاص لرئيس جهاز المخابرات الجنرال بلشير، الذي استمر في خدمته كوكيل له ومدير لصحفه الممولة من الإعلانات العامة. عندما استمر الأخير بعد مغادرة منصبه في كونه شخصية سياسية وأمنية مؤثرة، لقد رافق رئيسه وشارك في عمليات المراقبة والتعذيب والنهب. هذا أستاذ جامعي في فرنسا اسمه علي بن سعد يتحدث على المدعو هشام عبود، ويكتب مقال طويل في ميديا بارت، وهاوش كيفاش يصفه. هذا مش وصفي أنا مازال ما وصفته، ما رديت عليه، لكن فقط هذا هو الأستاذ واش يقول. قال لك لقد رافق رئيسه، يقصد الجنرال بتشي، وشارك في عمليات المراقبة والتعذيب والنهب
واستمر في تخطيط عمليات التأثير بعد تحول رئيسه إلى العمل المدني. عندما قرر القادة العسكريون المنزعجون من محاولات استقلالية الرئيس زروال في المفاوضات مع الإسلاميين المسلحين زعزعة استقرار زروال وبلشي، استغلوا نقطة ضعف الجنرال بلشي، وكجنرال سيء السمعة عاد إلى الأعمال كمستشار للرئيس. كان لدى بلشين الكثير من الملفات التي جمعتها الأجهزة الأمنية والتي أخرجوها لتشويه سمعته. وعندما أدرك النقيب هشام عبود أن سفينة رئيسه الجنرال بلشي تغرق انضم إليهم، وكشرطي جيد انديكاتور يقصد هنا راقب أيضا رئيسه، قدم لهم معلومات حميمة وساعدهم في توجيه الضربة القاضية. طبعا هذه ترجمة للنص. هذا مقطع فقط مما يقوله هذا البروفيسور. خلينا نشوفوا برك باش نذكركم، لأني ربما كنت تكلمت عليه ونظن المساعد راح أرسل لي مقطع على بن سعد. المساعد من فضلك عاود ارسل لي المقطع. هنا علي بن سعد هذا انزعج بشده وخطب بشده وهو يقيم في فرنسا، وهو باحث في مركز فرنسي. يبدو انه كان هو والحيمه في نفس المركز اللي يسمى CNRS. هذا مركز بحث فرنسي. يقول علي بن سعد بانه قد يتفهم حتى ان بالحيمه كان يبيع في معلومات للفرنسيين، كان يشرح لهم الاوضاع، ومقابل ذلك كان يعطوا له هو ذكر تذاكر، قال 4 تذاكر لهم من سفر. هذا الكلام كان في 12 نوفمبر 2021. كنت علقت على واش كتب بن سعد على بن الحمر اللي كان آنذاك وزير الإعلام. وبن سعد اتهم بن الحمر وكان زميله في CNRS، اتهمه بأنه عميل لفرنسا، وهذا الشخص مقيم في فرنسا، يعني ما خافش أن بالحمر يرفع عليه دعوة أو القضاء الفرنسي ما يكونش معاه، ولا عبر على رأيه. هنا أيضا فيما يتعلق بهذا عبود، البروفيسور هذا علي بن سعد ذكره ويقيم في فرنسا وهو أستاذ جامعي في فرنسا، ذكره وكتب مقال مطول وذكر معه بعض الأسماء الأخرى. تدخلوا المقال راح تلقوا بعض الأسماء الأخرى. ووصل في النهاية إلى أن هذا في الحقيقة هذا الشخص ما هو لا صحفي حقيقي، لا معارض، إنما هو ضابط سابق تاع المخابرات. وقال لك أنك إذا كنت يوما ما ضابطا في المخابرات فأنت دائما باربوز انجور باربوز بور توجور. إذن هذه شهادة من شخص، وأنا هذه مرة أخرى أقولها ما عنديش علاقة شخصية معه ولم نتواصل بشكل شخصي أبدا. ربما هو يعرفني من خلال نشاطي وأنا أكيد نعرفه من خلال نشاطه، وأقول ربما يعرفني ربما ما يعرفنيش، ليس كل الناس يعرفوني. فهنا شهادة، وهذه يعني جبتها في إطار برك لأن بعض الناس قالوا لي باللي هذا المدعو عبود راه يهاجمك بأكاذيب رهيبة، خلوه يكذب، دعوه يكذب، هذا مصنع تاع بهتان. وكانوا ناس سقساوني على قضية الخطف ما الخطف نتاعو. الآن طبعا راهي تكشفت أشياء كثيرة، لكن يومها نهار اللي سقساوني الناس وكنت أنا هنا لايف، يبدو أنه هو كان لايف في نفس التوقيت. وش قلت؟ قلت باللي العصابة في الجزائر ممكن تخطف وممكن تقتل. قلت هذا طبيعي، 30 سنة هم يفعلون ذلك أو أكثر، 32 سنة على الأقل من 92 هم يفعلون ذلك، ومستعدين يقتلوا أي واحد، يخطفوا أي واحد، هذا ما فيش نقاش في العصابات الإجرامية. لكن قلت باللي الطريقة أو اللي قيلت لنا اللي خرجت على هذا عبود تبدو لي فيلم هند. هذا مش معناه أن ما صراش خاطف ولا جات مجموعة خطفاته ولا ممكن، لكن الصيغة اللي خرجت بها على أساس أن هذه جماعة مافيا تابعة للنظام الجزائري وباش تخطفوه وكذا، بلا ما ندخل في تفاصيله، هي فيلم هندي. هذا فيلم هندي، بالفعل فيلم هندي. جزء منه قد يكون صحيح، لكن الرواية التي خرجت وأخرجها هذا هشام عبود هي فيلم هند بطبيعة الأشياء. الآن تكشفت أشياء أخرى. هو كان يقول ما عندوش باسبور غير باسبور الجزائري، الآن تبين أنه عنده باسبور مغربي. الإعلام الإسباني قال بأن
مسؤولة الشرطة ترد على صحفي إسباني قالت له تدخلت القنصلية المغربية باعتباره قالت له تدخلوا المغاربة والقنصلية المغربية لأن عنده باسبور مغربي. وأنا صراحة ما عنديش مشكلة الناس يعني عندهم باسبور مغربي ولا باسبور ليبي ولا باسبور ألماني ولا عنديش مشكلة. عندي مشكلة مع الكذب، لأن حمل الباسبور مش معناها تغيير القلب أو تغيير القناعات. عندي مشكلة مع الكذب، هاي اللي عندنا مشكلة معها. والناس عندها مشكلة مع الكذب. ما هوش انك تحمل جواز سفر اخرين، كاين ملايين الجزائريين اللي يحملوا جوازات سفر مزدوجة. هل هذا ينقص من اخلاقهم او من وطنيتهم؟ ابدا، ما ينقص من اخلاقهم ومن وطنيتهم هو العمالة. اذا ثبت انه عميل للجهة التي يحمل جوازها او عميل لجهة اخرى، ولا هذه العمالة الخيانة. وانا سبق وقلت ونصحت في الحقيقة هذه الجزائريين والمغاربة باعتبار أن هناك معركة بين النظامين تشتد وتزيد متواصلة إلى آخره. وقلت أن المغاربة المعارضين الذين يصبحون في يد المخابرات الجزائرية هذه كارثة عليهم، وسيسقطون من نظر المغاربة وسيرونهم أنهم ليسوا أكثر من خونة وعملاء. والجزائريون نفس الشيء، الذين يسقطون في يد المخابرات المغربية ويصبحون عملاء لها، الشعب الجزائري سيراهم خونة وعملاء. لماذا؟ ما هوش لأن الشعب الجزائري يكره المغربي أو المغربي يكره الجزائري، لا، لأن الآن في خصومة ما بين النظامين. خلينا مش كون ظالم وشكون مش مظلوم، أنا راني قلتها 20 مرة، وشكون عنده حق 70% وشكون عنده باطل 70% إلى آخره، هذا نقاش آخر. بس أي شخص لما تكون دولتين وهو ينتمي إلى دولة يرتمي في أحضان الدولة الأخرى بغض النظر ما هي هذه الدولة، يصبح خائن بطبيعة الأشياء، بالتعريف بار ديفينيسيون. المنطق السليم يقول ذلك. ولذلك هذه الجزائريين اللي راهم مرتبطين بالنظام المغربي خونة، والمغاربة اللي مرتبطين بالنظام الجزائري خونة. مفيش نقاش في هذه. لماذا؟ لأن النظامين هذين يريد أن يستخدموهم كل واحد باش يضر بالنظام الآخر. يعني راك العوبة في يد النظام اللي راك تحارب فيه، راك العوبة في يد النظام العدو اللي راك تحارب انت في نظامك نتاع بلادك، لكن راك في نظام العدو تاع هذاك. نحن نريد أن النظام المغربي والنظام الجزائري يكون عندهم عقلاء، لأنهم المفروض ما همش أعداء، لأن الشعب الجزائري والشعب المغربي ما همش أعداء، احنا خاوة مش عداوة. لكن بما أن الوضع كما هو، إنه من الخيانة أن يسقط جزائري في يد المخابرات المغربية، كما هو من الخيانة أن يسقط مغربي في يد المخابرات الجزائرية، لأنها فقط سيتلاعبون به. الآن هذا هشام عبود، الصحافة الإسبانية قالت أنه يحمل جواز مغربي، مش أنا، الصحافة الإسبانية. وها هو بروفيسور وبالك ما يعرفوا ما والو، لكن خرج كجزائري غاضب بشدة، قال لك هذا مش معارض، هذا مشارك في التعذيب في الثمانينات في 5 أكتوبر. راهو قال باللي كان مع بتشين هو كان رأس التعذيب في 11 أكتوبر، اللي قام بالتعذيب الرئيسي قامت بأكثر من جهة، لكن اللي رأس التعذيب وأنا أشهد على ذلك، أنا كنت في لاغارنيزون كان جينا كل المعلومات، هو بتشين. واللي كانوا مع بتشين هذا عبود كان سكرتيره الخاص، وهناك شهادات كثيرة تقول أنه مارس التعذيب. أنا لا أقول ذلك، أنا لا أشهد إلا بما أعرف، أنا أنقل ما قالوه إما شهود وإما كتابات. أما أنا كي نجي راح نقول راح نتوقف عند ما أعرفه فاكتيال، والحاجة اللي ما نعرفهاش كفاكتيال كواقعة كحقيقة راح ننسبها لأصحابها فقط. هذا برك بين قوسين. وصراحة لم أكن أريد أن أتطرق للموضوع، لكن لما ظهر هذا المقال فكان مفيد أنه في نفس الوقت نعرفوا الناس بالمقال لعلهم يطلعوا عليه، وكل واحد يأخذ لي كونكليزيون نتاعو، وكل واحد يأخذ الخلاصات نتاعو، وفي نفس الوقت نرد على الأفاضل اللي راهم كثيرين منهم ما قدرش حتى نرد عليهم من كثرة الرسائل، ونقول لهم انتظروا، أنا مش مستعجل للرد على أي نرجسي خبيث، راهم كاين زوج نرجسيين خبثاء ينتظروا ردي، وبالك نضيف لهم واحد ثالث، وكلاهما معروفين بارتباطاتهم المشبوهة مع جهات خارجية، وكلاهما أو كلهم متورطين، لكن مش مستعجل.
خلوا شويه الوقت، خلونا نلاقي غزه وبايران واسرائيل وقريب حرب عالميه ثالثه، لكن الامور راهي جايه. ما تظنوش هذا التاخير راهو تخوف او تردد، ابدا، العكس هو الصحيح. اما الرد على ما يسمى عبود فهو اتي حتما. اما الاخرين فنشوف الى مدلهم 2 دقائق ولا 3، لان ما يستحقوش حتى 2 دقائق ولا 3. اما عبود فلان بعض الناس يعتبروه صحفي ومانيش عارف الى اخره، فهذا ولأن البهتان نتاعو راح بعيد، فيأتي الرد وسيأتي بدقائق بوقائع بتفاصيل، وبإذن الله ما نزيدوش عليه حرف واحد. الإنسان اللي خاف الله سبحانه وتعالى ورأس الحكمة مخافة الله يخشى أن يقول غير الحق وغير الحقيقة. أما هؤلاء أصحاب البهتان وأصحاب الأكاذيب فلا حدود لكذبهم ولخداعهم ولمكرهم.